وأسوأ سيناريو يقدر يوقع لينا في كأس العالم هو الماتش الأول نخسروه ولا نربحوه بشي نتيجة كبيرة. أسوأ سيناريو. كي اللي غادي يجي يقول لي لا اش كتخواشني هادشي، كنقول لي كاين. حيت دابا تخيلوا نربحو الماتش الاول مثلا هادي 3-0 3-1 وصافي مشينا فيها، كلشي غيبقى يحضينا غا حنايا. غلبنا البرازيل، كنا نصف النهائي في البطولة اللي فاتت، صافي غيبقاو يحضيو فينا. ولا خسرنا غتجي مكفسة شوية، حيت نتوما عارفين الجمهور المغربي غيبقى حتى انا فهمتوني. غادي نبقاو نهضروا على وهبي شني جبنا ملاعبية مصابين داكشي. احسن حاجة هي التعادل كيبان ليا، كيما وقع في المونديال اللي فات. التعادل مع كرواتيا بارد مزيون، ما كيعرفوا الخطة ديالك ما كتعرف الخطة ديالهم، تقدر تمشي مزيان. حنا دابا خصنا نشوفوا الماتش الاول، هو اللي غادي نحكمو به من ناحية الاداء من ناحية كلشي. ما عرفتش الصراحة دابا. شو خاصنا نقدروا نربحوا نقدروا نربحوا الماتش الاول ان شاء الله. ما خصناش نختاروا براسنا ونقولوا حنا غلبنا برازيل صافي. شوف غا الارجنتين خسرات ضد السعودية، صافي قالوا صافي جمهور الارجنتين كامل حاقد. صافي قالوا هذا المنتخب ما يدي والو صافي. ولكن صدمونا في الاخر وداوها. هيدا خصنا نعملو. ما كنقولكوش خصنا نخسرو، ماشي خاصنا نبهروا العالم، خصنا نمشيو بواحد الخطى ثابته باش نديو كاس العالم. وان شاء الله داكشي اللي بغينا. وخوتي ديروا لايك اشتراك بالروج ولا فيديو كيشوفوها تبارك الله بزاف الناس ولله الحمد. ولكن اللايكات قلال وما كيوصلش لبزاف الناس. كنتمنىكم ديروا لايك اشتراك في القناة الى عجبكم المحتوى، بالتأكيد الى عجبكم. وصافي هادشي كنقول وعطوني الرأي ديالكم. شنو هو أسوأ سيناريو كتخيلوه يقدر يوقع لا قدر الله؟ وتحياتي لكم.